متابعينا الأعزاء، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا. سنتعرف في هذا الفيديو على الثلاثي الذي أقنعتهم الفاف بتقمص ألوان محاربي الصحراء بعد تصريحات المكلف بخلية الإعلام لدى الفاف سعيد فلاك، الذي صرح أن هيئة وليد صادي أقنعت 3 لاعبين من مزدوجي الجنسية الجزائرية بالالتحاق بكتيبة بيتكوفيتش بداية من تربص شهر سبتمبر. وحسب مصادر موثوقة أن هذا الثلاثي هم نجم نادي ليون الفرنسي ريان شرقي، وموهبة نادي موناكو مغناش أكليوش، وظهير فيردن بريمن الألماني ميشيل فايزر. وحسب آخر الأخبار فإن ميشيل فايزر وعكس الثنائي شرقي وأكليوش يملك جواز السفر الجزائري تحصل عليه مؤخرا، فيما سيباشر شرقي وأكليوش إجراءات تغيير الجنسية الرياضية قريبا، خاصة وأن ريان شرقي استبعد مؤخرا من قائمة المنتخب الفرنسي الأولمبي بقيادة تيري هنري، فيما سينتظر مغناش أكليوش نهاية الألعاب الأولمبية بباريس باعتباره مستدعى ضمن قائمة منتخب الديكا ليباشر هذه الإجراءات. وإذا صحت هذه المصادر ستكون كل الأنظار موجهة لهذا الثلاثي، خاصة شرقي وأكليوش، وتكون الجزائر قد وجهت صفعة قوية لفرنسا بخطف ثنائي عالمي ينتظره كل عشاق محاربي الصحراء. شكرا لكم على متابعة قناتنا، إلى اللقاء.